أهلا بيكم في كلام مش معمد، المكان اللي بنتكلم فيه عن اللي جوانا من غير رتوش، من غير تمثيل، بس كأننا قاعدين مع بعض على قهوة أو في أوضة فيها. النهاردة هنتكلم عن حاجة تقريبا كلنا بنقع فيها بشكل يومي، يمكن أكتر من مرة في اليوم، بس بنعدي عليها من غير ما نقف، مع إنها ممكن تكون السبب في تعبنا النفسي. المقارنة، عارفين يعني إيه تقعد تشتغل على نفسك سنين، تتعلم وتطور من نفسك، بس تيجي لحظة كده تشوف حد تاني سبقك، هتقول لنفسك من جوه أنا اتأخرت، هو أنا كده فاشل؟ هي عملت ده ازاي؟ أوقات كتيرة كنت بقع في المقارنة دي وأنا مش واخدة بالي، بفتح انستجرام أو فيسبوك والاقي فلان الفلاني بيقول أنا خلصت الكورس الفلاني، أو أنا بدأت شغل الجزائر، أو سافرت رحلتي الأولى، وأنا لسه باكون قافلة اللابتوب بعد ما سجلت حلقة وما سمعتهاش تاني علشان مش واثقة فيها. عارفة اللحظة اللي بتحسي فيها إن مجهودك مش باين وإن غيرك سبقك حتى لو بدأ بعدك؟ دي أكتر لحظة ممكن تسرق فرحتك وتخليك تنسى إنك وصلت لفين أصلا. أنا مش ضد النجاح ولا إننا نشوف اللي حوالينا، بالعكس إحنا ممكن نلهم بعض، بس المشكلة لما المقارنة تتحول من حافز لجلد الذات، دي بتكون قاسية جدا على النفس. أنا كنت فاكرة إني متصالحة مع نفسي، بس الحقيقة أنا كنت بجلدها كل يوم وأنا مش حاسة. أقعد أقارن صوتي بأصوات تانية، كلامي بكلام ناس تانية، حتى حياتي كنت بقارنها بحياة ناس تانية وأنا معرفهمش. بس في مرة لقيت نفسي بقول جملة: هو أنا عايشة حياة مش بتاعتي؟ ولا أنا عايزة أعيش حياة أو حياة غيري؟ المقارنة دايما ناقصة لأنك بتقارن مشوارك الكامل بصورة نص دقيقة من مشوار غيرك، بتنسى تشوف هو مر بإيه، خسر إيه، ضحى عشان يوصل بإيه. حتى لو مش ضحى هو رزقه كده، زي ما كان في حاجات انت رزقك فيها وهو لأ. افتكرت كده مثل دايما ماما كانت بتقولهولي: كل شجرة وليها وقتها تطلع ثمرها، بس اللي يستعجلها بيكسرها. أنا محتاجة أتعلم أستنى، أفرح بنجاح حتى لو بسيط، وأكافئ نفسي حتى لو محدش شاف إيه اللي بعمله. لو بتسمعني دلوقتي خد نفس، نفس عميق، وابتسم حتى لو غصب عنك، وقول لنفسك بصوت واضح: أنا ماشي في طريقي وسرعتي كفاية، وأنا مش مطالب أكون زي حد. وبدل ما نقعد نقارن نفسنا بالناس، خلينا نسأل نفسنا: أنا دلوقتي أحسن من امبارح؟ أنا عملت إيه صغير
حسسني إني اتقدمت. تأكد لو كل يوم عملت خطوة صغيرة حتى لو كانت خطوة داخلية أنت كده ماشي، أنت مش واقف. أنا وأنتِ وأنت وكلنا محتاجين نصدق إننا كفاية، محتاجين نشوف نفسنا بعين حنينة زي ما بنشوف الناس اللي بنحبها. لو الحلقة دي لمست فيك حاجة شاركها مع حد بتحبه، يمكن كلمة بسيطة تخلي حد يغير نظرته لنفسه. لحد ما نتقابل في القعدة الجاية احتفل بنفسك وسيب المقارنة وخليك انت.